بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني سكان مدينة المحمدية الكرام والأحبة والأعزاء، عندي غير ملاحظة بغي نديرها وسمحوا لي مع كامل احترامي وتقديري لكم. هو راني كل ما نركب في الحافلة تاع المحمدية وكاتبين في البلاكام المحمدية، نسمع لو سوفور يعيط باريغو باريغو باريغو، وحتى السكان والناس اللي يسكنوا في المحمدية يعيطوا لها باريغو. أولا إخواني، هذه المدينة العظيمة وهذه المدينة الجميلة وهذه المدينة الرائعة بسكانها الكرام ما يسموهاش باريغو، هذه يسموها المحمدية نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسم المحمدية مشتق من اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن اسم في الكرة الأرضية، اسم عظيم، هو الاسم تاع الرسول تاعنا، تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. عيطوا لها المحمدية كما سماتها الدولة الجزائرية. هذا باريغو يسموه بيريغو، هذا سي ان جنرال فرونسي قتل في حصاره لمدينة قسنطينة. هذا الجنرال الفرنسي سي لو جنرال بيريغو، كان محاصر مدينة قسنطينة في سنة 1938. قتلوه المجاهدين العظماء الشرفاء وقضاو عليه. فرنسا كي دارت التجمع السكاني في هذه المنطقة تاع المحمدية سمتها بيريغو نسبة إلى هذا الجنرال عدو الله اللي كان استعمرنا وقتل أجدادنا وأسلافنا الشرفاء الجزائريين. هذا اللي ارتكب المجازر، هذا بيريغو ارتكب مجازر في حق الشعب الجزائري، هذا مستعمر حقير. ما إخواني رجاء ما تعودوش تعيطوا كلمة باريغو، عيطوها باسمها اللي سمتها به الدولة الجزائرية وهو اسم المحمدية، هذا الاسم العظيم. واسمحوا لي هذه غير ملاحظة درتها باسكو دي فوا الإنسان صافي مالو كور، وحدين يعطوها اسم شباب والناس يعيطوا لها باسم قبيح. كيما في أجي لافيجري، كاين واحد المكان واحد المنطقة اسمها لافيجري، هذا لافيجري يعطيني مجرم، هذا مجرم كبير ارتكب، حاول يقضي على الإسلام وحاول يدخل الشعب الجزائري في المسيحية وما استطاعش، والشعب الجزائري بقي صامتا حتى نال استقلاله وسميناها على اسم عربي، ولكن مازال يعيطوا لها لافيجري. المهم عفوا وسمحوا لي هذا التدخل هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتنا واحترامنا وتقديرنا لسكان مدينة المحمدية ومدينة وولاية معسكر عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.